على نفس درب والديها كارين رزق الله وفادي شربل، مشيت بنتهم الكبيرة نادية وورثت جيناتهم الفنية وجمعت كتير من ملامحهم هما الاتنين. صعب تقول شبه مين فيهم أكتر، لكن خدت من كارين أسوأ صفاتها. وفي الوقت اللي كتير بيشوفوا فيه كارين جريئة في إطلالاتها، فبنتها عدتها بمراحل ووصلت لليفل الوحش. في الجامعة اللبنانية درست كارين تمثيل ومسرح، وهناك اتعرفت على الفنان اللبناني فادي شربل، وعاشوا قصة حب قوية استمرت 5 سنين لحد ما قرروا الارتباط الرسمي واتجوزوا سنة 99، وأنجبوا بنتين هما نادية ونايا. وكونت معاه ثنائي فني قوي جدا على الشاشة بأعمال كوميدية حققت لهم قاعدة جماهيرية عريضة، وأبرزها مسلسلات مرتي وبنتي وأنا وفيلم مدام بامبينو، واللي كانوا بيشرفوا على كتابته مع بعض. من 2017 انتشر كلام عن انفصال كارين وفادي، إلا إنهم ما كانوش بينفوا ولا يأكدوا لحد ما صرحت الفنانة اللبنانية في 2022 إنهم في طريق الانفصال الرسمي. وفي الوقت اللي محدش فيهم كشف سبب خلافاتهم، وشيع إن الخيانة هي السبب بعد وقوع فادي في علاقة غرامية سرية مع الفنانة اللبنانية جوانا كراكي، واللي أنكرت الكلام ده ودفعت عن نفسها وقالت: فادي مجرد زميل أقدر موهبته وعلاقتي بيه لا تتخطى حدود الصداقة. نادية هي الأقرب لشخصية كارين حسب اللي صرحته والدتها، ورثت عنها حب الفن وقررت تثقل موهبتها بالدراسة في لندن. ظهرت على الشاشة لأول مرة في مسلسل مع والديها، وكمان شاركت في مسلسل أم البنات. أكتر حاجة بتتصدر بيها نادية تراند على السوشيال ميديا مع كل ظهور جديد ليها هو جرأة إطلالاتها المفرطة، وما عندهاش حدود ولا خطوط حمراء، لدرجة إنها قلبت الدنيا بإطلالة صادمة عبارة عن فستان أسود. وكانت تعليقات الجمهور: وين أهلك؟ وين الفستان؟ مش شايفته، ما في شي مغطى. نادية مش بس ورثت موهبة وجرأة كارين، دي خدت منها أكتر صفة بتكرهها الفنانة اللبنانية في نفسها، وهي النسيان، وهو الاضطراب اللي ورثته كارين عن والدها، وبيعرضها لمشاكل كتير في حياتها الخاصة والفنية. وعشان كده بيعتمد الاتنين في بيتهم على أختها نايا لما بينسوا مكان حاجة أو ميعاد مهم. أكتر لوك عرض كارين لموجة انتقادات قوية على السوشيال ميديا لما ظهرت مغطية جسمها المكشوف بشكل كامل بجاكيت على أكتافها، وتصنفت صورتها وقتها كواحدة من أجرأ الصور للنجمات العرب على الإطلاق. تحرر مظهر كارين مش بعيد عن تحررها الفكري وتصريحاتها الجدلية، وأبرزها تأييدها العلني للمساكنة. والغريب إنها مش ممنعة دخول بناتها في التجربة دي، وقالت: بناتي لما يبقى عندهم 18 سنة ليهم كامل الحرية الشخصية إنهم يختاروا حياتهم اللي عايزينها والتجارب اللي عايزين يختبروها، ما للحق أمنعهم عن شيء. كتير ما يعرفوش إن كارين حاملة للجنسية المكسيكية إلى جانب اللبنانية، وده لأن والدتها كانت مكسيكية، وبسببها عاشت أول صدمة في حياتها، وده لما فقدتها وهي عندها 13 سنة. وطبعا ما تجاوزتش الموقف ده بسهولة. والد كارين كان مهندس مدني، إلا إنه كان هاوي عزف عود، وعلى الرغم من ميوله الفنية إلا إنه كان أول عائق بتواجهه كارين لما فكرت تحقق حلمها في الفن. ولأنها كانت عنيدة أصرت على قرارها لحد ما قدرت تقنعه بدراسة واحتراف الفن.